ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح، وخلينا نخش في الموضوع على طول. النهارده هنتكلم عن لابتوب لمين بقى؟ للناس اللي لسه مخلصه ثانويه وداخله الجامعه. اللابتوب اللي معانا طبعا عشان خاطر للطلاب ولسه في بدايه حياتهم، وكمان ممكن للناس المقبله على ثالثه ثانوي اللي عايزه تذاكر على اللابتوب وبالشياكه وباناقه وبروقان. اللابتوب اللي معانا ومعاكم النهارده من براند ايسر. براند ايسر براند صيني، ولكن سعره كويس جدا، وفي نفس الوقت امكانياته مقبوله جدا بالنسبه للسعر. امكانياته اعلى كمان بالنسبه للفئه السعريه اللي هو فيه، وبالتالي فهو قيمه مقابل سعر ممتازه. بتراوح سعره ما بين 10000 جنيه لحد 12000 جنيه، وممكن يقل كمان عن 10000 جنيه لو انت شاطر شويه وعرفت تدور حلو. اللابتوب اللي معانا بيكون من الجيل العاشر، والبروسيسور بتاعه هو انتل كور اي 3 الجيل العاشر زي ما قلت لكم. وخلينا بدون مقدمات كتير كده نقول لكم ايه اللابتوب اللي معانا. اللابتوب اللي معانا ومعاكم النهارده هو الايسر اسباير A315. لابتوب محترم جدا زي ما قلت لكم، وفي نفس الوقت سعره مقبول قوي قوي قوي. فخلينا نقسم الريفيو زي ما عودناكم دايما الى اجزاء، ونبدا اول حاجه الا وهي الانبوكس. تعالوا نفتح البوكس معاكم كده ونشوف ايه اللي جواه. بسم الله. طبعا الشاحن بيكون موجود جوه زي ما هنشوف كمان شويه. اهم حاجه اللابتوب اللي معايا ده متغلف باكجينج حلو جدا من بره ومن جوه. دي كمان بتبقى لطيفه في اللابتوبس. المهم خلينا نخش بالتفصيل بقى ونشوف ايه اللي جوه البوكس. تعالوا نشوف ايه اللي موجود جوه البوكس الطويل ده. شكله حلو قوي، انا بحب الشكل اللطيف ده. تعالوا يلا بينا. الباكجينج بتاعه يعتبر كويس. عندك هنا الكير والفارانتي والكتالوج زي ما انتم شايفين، وكمان الشاحن اللي احنا مكلنا، وكمان الشاحن الصغير جدا اللي موجود هنا يعتبر كوكو كده خالص. بعد ما خلصنا الانبوكسنج خلينا نشوف ايه الحاجات اللي موجوده ورا دي. الحاجات دي عظمه. الحاجات دي حلوه جدا. عباره عن 6 ايربودز بكل الموديلات بتاعتها، من اول الايربودز برو البلاك والوايت اديشن، الايربودز 3 البلاك والوايت اديشن، الايربودز برو 2 الاسود والابيض اديشنز بتاعته ممتازه. تقدر انت تشتريها من ايجي ستور. هسيب لكم اللينك تحت برضه في الديسكربشن، برومو كود احمد سامح ريفيوز عشان خاطر تحصلوا على خصم حلو جدا. وبرضه الفي ار ماكس دي تقدر انت تشتريها من عند مالبن ستور. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، برومو كود احمد سامح ريفيوز برضه خصم حلو جدا عشان خاطر انتوا من متابعين احمد سامح ريفيوز. المهم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو الجميل ده. بعد بقى الانبوكسنج هنخش في التصميم والماتيريال. زي ما انتم شايفين كده، فهو الماتيريال بتاعته تعتبر حلوه جدا وممتازه، وفي نفس الوقت هي عامله زي البيانو بلاك. عندك هنا لمبتين للبطاريه والاون والاوف، وكمان تقدر ان انت تفتحه بمقدار 180 درجه. كمان الماتيريال بتاعت الشاشه حلوه جدا وانتي فينجر برينت، وكمان البيزلز الموجوده هنا تعتبر اصغر ما يكون. الماتيريال اللي هنا دي مش افضل حاجه زي ما قلت لكم وهنا، ولكن ايسر مكتوبه بشكل حلو، وكمان اسباير هنا بشكل لطيف جدا. الماتيريال اللي هنا حلوه قوي ممتازه. انتل كور اي 3 الجيل العاشر، وكمان شويه امكانيات هنا زي ما قلت لكم. كمان التاتش باد تعتبر سريعه قوي وامكانياتها حلوه قوي بشكل لطيف، والزراير الكليكات بتاعتها حلوه، ولكن الماتيريال ذات نفسها بتاعتها خشنه كده، تحس ان هو ماتيريال بلاستيك رخيص شويه. عندي شويه ارقام هنا ولكن الجزء ده صغير. ما عنديش هنا البلس والماينس الكبار اللي بيكونوا موجودين في كل اللابتوبات التانية، والانتر كمان حتى صغيره قوي. ولكن الزرار كمان اللي هنا ده يعتبر كليكته زي البلس، زي الناملوك، زي البلس، وهكذا زي النجمه كمان. حاسس ان هو كان المفروض يبقى مميز اكتر شويه من كده. التصميم بتاعه جيد جدا، وما ينقصوش اي حاجه، وخفيف، ووزنه لا يتعدى ال 2 كيلو، وبالتالي انت سهل جدا ان انت تروح بيه في اي حته، تجمع بيه مع اصحابك. ومن الحاجات اللذيذه جدا ان انت عندك فتحات تبريد حلوه جدا من الميتال، وبالتالي هي بتجمع السخونه وبتطردها بره الجهاز. حلوه جدا. وكمان طبعا عندك مراوح من تحت، فتصميمه الجزء اللي ورا ده حلو جدا، بالاضافه ان انت عندك باده كده، ولا ان انت بتحطه على الارض بتلاقي ان فيه حته كده مفتوحه عشان خاطر اللابتوب يتنفس. طبعا انا ما انصحش ان انت تقعد على السرير وتحطه على رجلك عشان خاطر بيسخن جامد قوي، وبالتالي بيسخن برضو جسمك. طيب من الحاجات اللذيذه جدا برضو اللي انا شفتها ان انا عندي هنا اللمبتين بتوع الباور والباتري موجودين هنا
بشكل حلو جدا، واللابتوب حتى مقفول تقدر ان انت تشوف الستيتس بتاعته. الماتيريال جلوسي بلاك من بره بشكل حلو جدا، وكمان من جوه عند الكيبورد. من الحاجات طبعا اللي انتوا شايفينها جامده جدا الا وهي ان هو 180 درجه. 180 درجه يعني ايه؟ يعني تقدر ان انت تشتغل عليه بالمنظر ده بشكل حلو جدا. لو كان تاتش بقى كان هيبقى تحفه الصراحه. تقدر ان تشتغل عليه بشكل حلو جدا بالمنظر ده بشكل لطيف، تحس ان هو تابلت ولكن تابلت عملاق. الماتيريال بس بتاعت الحته الفريم بتاع الشاشه ما بحبش البلاستيك ده، بحس ان هو رخيص شويه، اعتقد انتوا حاسين بيه. ولكن الشاشه ملمسها حلو قوي، وفي نفس الوقت انتي فينجر برينت. ايسر الموديل بتاعه اهو، وكمان مكتوب عليه اسباير من هنا. جميل. زي ما قلت لكم لمبه الشحن ولمبه الباور موجود هنا. تقدر انت تعمل باور اوف وباور اون من هنا بمنظر لطيف جدا. ولكن حاجه سخيفه شويه ان انت زرار الباور هو نفس الدوسه بتاع زرار النمبر لوك او البلس او الماينس او وات ايفر. المفروض ده بيكون اوكي بشكل مختلف او بحجم مختلف عن اللي جنبه، وفي نفس الوقت الدوسه بتاعته ما تكونش للاخر بالمنظر ده. انا حاسس كده في اللابتوبس البريميوم بتكون بالمنظر ده، ولكن هو كقيمه مقابل سعر يعتبر حلو جدا. بالنسبه برضو الكيبورد او الماتيريال بتاعت الكيبورد تعتبر من بلاستيك رخيص، الدوسه نفسها حلوه قوي، ولكن الماتيريال المعمول منها الكيبورد يعتبر ماتيريال بسيطه شويه. التاتش باد هنا تعتبر كويسه جدا، انا حاسسها ان هي لطيفه، وفي نفس الوقت هي جلوسي بلاك بشكل وماتيريال حلو جدا، والماتيريال برضو بتاع البادي ممتاز. ايه المميز بقى هنا اللي عامل لك عليه فوكس؟ الوايرلس فيرجن يعتبر احدث ما يمكن 802.11 اي سي. كمان الشاشه تعتبر فول اتش دي 1080، وفي نفس الوقت البيزل اللي هنا تعتبر صغيره جدا. كمان عندك الميموري اللي هو الرامات ال 4 جيجا اللي انا لسه هنخش فيها كمان شويه، دي دي ار 4، وبالتالي سرعتها حلوه قوي في الريدنج والرايتنج. كمان عندك مدخل اتش دي ام اي، وهنخش في البورتس كمان شويه. وزي ما انتم شايفين البروسيسور بتاعه انتل كور اي 3 الجيل العاشر من فيرجن 1005 جي 1، يعتبر فيرجن متواضع شويه، ولكن احسن كمان من الانتل سيلرون وكل التهريج ده. الاي 3 يعتبر ممتاز، وفي نفس الوقت بيقدم لك تجربه ممتازه جدا. زي ما انتم شايفين كده ان هو خد وقت شويه في الفتح، وده نتيجه ايه؟ وده نتيجه ان هو ما فيهوش اس اس دي كارد، هو فيه فقط 1 تيرا اتش دي دي، وده بيؤدي الى فتح وقفل الملفات بيكون بطيء شويه، وبالتالي ما تستغربش من كده وما تقولش ان هو جهاز ضعيف. لا، هو جهاز كويس قوي، وفتح وقفل الملفات جواه بتكون بسرعه مقبوله جدا. من المميز فيه ان هو فيه مساحه عشان خاطر تحط فيه الاس اس دي كارد. مساحه مش قصدي اللي هو يعني تقدر انت تملاه، لا، انت تقدر انت تحط فيه اس اس دي كارد بلس الاتش دي دي اللي هو موجود عندك، وبالتالي مش هتتضايق خالص من فتح والقفل البطيء ده.